نوقف متابعات ونرد على السؤال ده. السؤال ده تريكس جدا. اولا يتاخد مده قد ايه؟ على حسب وزنك انت عايزه تخسي قد ايه، بس احنا بناخده على حسب شهيتنا وعلى حسب وزننا وعلى حسب انت اول مره تاخدي حاجه ولا لا. لو انت اول مره تعملي دايت بنأخر المونجورو، هخس 5 كيلو 7 كيلو 10 كيلو من غير مونجورو، انت المستفيده، لان التكلفه بتاعتها للامانه مش قليله، ولو ان احنا عاملين عروض حلوه اوعى تفوتوها. تمام؟ فاحنا لو اول مره نعمل دايت بنأخر شويه، نخس 5 كيلو 6 كيلو بالدايت العادي. طيب وزني بدأ يثبت، بنبدا ناخد المونجورو بجرعات. انا لو انا بجرعه 2.5 مشبعاني 10 ايام هكمل على 2.5 10 ايام، لو مشبعاني لمده 15 يوم بنكمل 15 يوم، مش بنحقنها كل اسبوع زي ما كل الدكاتره بتعمل. لا، ليه ادفعك اكتر؟ ما انا ممكن اخد جرعه تكفيني 10 ايام وشهيتي زي الفل، ممكن تكفيني 15 يوم وشهيتي زي الفل. تمام؟ تالت سؤال بالنسبه لك، لو وقفت برجع زي ما كنت ولا لا؟ اعتمادنا الاول والاساسي ان انا اغير اللايف ستايل بتاعك، ان انا اغير عاداتك، والمونجورو بتساعدني. لكن هل هي المونجورو الحل الاساسي؟ لو انا ما فهمتكيش من الاول ان انا بغير لايف ستايل وبغير الحاجات الغلط اللي باكلها، وبغير مقليات ومتسبك، وبغير القعده طول النهار قاعده، وبغير الاكل بالليل متاخر، بغير قله شرب للميه، وتعودت ان انا احرك جسمي خاصه بعد الاكل، ومعدتي بعد ما كنت بشبع بقفلها واملاها، بملى التانك بتاع معدتي، انا بقيت بشبع بكميه قليله، والمونجورو ساعدني على كده، انا هكمل بعد كده. يبقى الفكره كلها زي بالظبط المتكمل، العمليه ساعدتني ان انا اكل قليل، عاداتي بقى بتكمل بكده، بتكمل بناء الكتله العضليه، وبتكمل معايا على اللونج ران ان انا اقلل كميه اكلي واشبع من كميه قليله. اما بقى بالنسبه بكام، لا ابعتي لنا على الدي ام وانا اقول لك اسعارنا اللي مش هتلاقيها عند اي حد.